مصر. دكتور باسم، يعني هل هناك ربط بين حزب التغيير والتنمية المصري بحزب التغيير والعدالة التنمية التركي؟ يعني هل في علاقة بين التجربة المصرية في حزبكم والتجربة التركية؟ الحقيقة حزب التغيير والتنمية كحزب لنا هو حزب صغير، واحنا شايفين ان احنا الشطارة تيجي من 3 حاجات. رقم 1 انك تعرف بلدك كويس وتعرف ظروف بلدك كويس. مصر ما هياش تركيا، ومصر ما هياش اي بلد تانية في العالم، مصر هي مصر، دي 1. فلازم نفكر دايما في بلدنا ان هي بلدنا، ليها خصوصيتها، ليها طبيعتها، ليها مشاكلها وليها مزاياها. ده رقم 1. رقم 2 ان الدول اللي حوالين اللي زينا لازم نتعلم منها. احنا المفروض ان احنا شاطرين نتعلم من غيرنا ونزيد عليه ونتفوق عليه. بلا شك ان تجربة حزب العدالة والتنمية في تركيا تجربة راقية جميلة مميزة. دولة كانت رقم 170 175 في العالم بقت دولة رقم 16 في العالم كاقتصاد في 9 سنين. أنا بالنسبة لي طبعا بالتأكيد أحب أن أنا أتعلم منها. دولة ظروفها زينا، أغلبيتها مسلمين، دولة اقتصادها كان ضعيف، دولة خرجت من تحت ديكتاتورية ونظام عسكري شمولي إلى دولة فيها تبادل للسلطة وفيها حرية. في حاجات كتير ممكن نستفيدها من التجربة التركية. على زيها برضو ماليزيا، زيها برضو إندونيسيا، دي كلها تجارب فيها أحزاب وأنشطة بتقدم بلدها بشكل جديد وبشكل مميز. نتعلم منهم بس ما ننقلش، ما نستنسخش تجربة. احنا عندنا ظروفنا وعندنا مزايانا وعندنا تحدياتنا. الحاجة الثالثة انه العالم كله فرصة لنا ان احنا نستفاد منه ونتعلم منه. مش نتعلم بس من الدول اللي زينا، نتعلم من الدول اللي هي سبقانا شوية في المسار الديمقراطي. احنا بنقول في حزب التغيير والتنمية احنا ما بننقلش ولا بنستنسخ اي نموذج، لكن بنتعلم من كل الناس. التجربة الديمقراطية في الغرب تجربة ثرية مفيدة، ما تنفعش تتطبق عندنا بحذافيرها، طبيعتنا مختلفة، لكن فيها حاجات كتير قوي ممكن نستفاد منها، فلازم نستفاد منها. فاحنا بنقول رقم 1 مصر بلد لها خصوصيتها. رقم 2 بنتعلم من تجارب الدول اللي زينا، زي تركيا وزي اندونيسيا وزي المغرب وزي الاردن وزي اي دوله فيها مشروع كويس من مشاريع يعني الحراك الديمقراطي. رقم 3 نتعلم من كل تجارب العالم، بس في كل الاحوال بناخد منها اللي ينفعنا. بندور على يعني زي النحله كده اللي بتدور على الزهور عشان تاخد منها احسن ما فيها. دكتور باسم، في الأحداث اللي حاصلة الفترة اللي احنا فيها والفترة الماضية لاحظنا أن كأن إنجاز التعبير هناك قوتين: قوة بتدفع للتنمية والتقدم والازدهار للوطن، وقوة بتجيبنا للهاوية، وكأن الشعب أو كأن بعض الناس ما بينهم متفرج. كيف ترى هذه المرحلة وكيفية الخروج منها؟ بلا شك ان اي ثورة في الدنيا بتنشأ لها على طول مقابل لها ما يسمى بالفتن المضادة، او بعض الاحيان بيسموها الثورة المضادة، بس انا بقول الثورة كلمة كريمة وكلمة لطيفة ما تتوصفش بيها اللي بيحصل في بلدنا النهاردة. مش غريب ابدا انك انت يكون عندك حاجة غالية فحد يحاول يخطفها منك، ولذلك احنا النهارده في مصر فعلا بنعاني من المشكلة دي، ودي مشكلة طبيعية في معظم الثورات. وعلى فكرة كتير في العالم من الثورات ما نجحتش. الثورات اللي نجحت هي اللي تنبأت واستطاعت بكفاءة انها تتعامل مع الفتن المضادة. انا مش مستغرب انها تحصل، انا عارف ان في ناس كتير كان لها مصالح في البلد ديت، والمصالح دي اتهزت لما البلد دي رجعت لشعبها. فبالتالي ان هم هيحاولوا كتير قوي، هيحاولوا يفرقونا عن بعض، هيحاولوا يعملوا بينا فتن، هيحاولوا يهمشوا من بلدنا، هيحاولوا يأخروا ان احنا نصحى من النوم وان احنا ننهض مرة تانية. لكن في نفس الوقت انا هرجع تاني لانه روح التحرير سرت في المجتمع المصري، وروح التحرير والنهضة اللي حصلت في المجتمع المصري ما حصلتش عشان نرجع ننام تاني. أنا بقول إنه جوه ميدان التحرير استيقظ الإنسان المصري، واليقظة بتاعت الإنسان المصري جت بعد غيبوبة. ولذلك صحيح إنه يمكن يخبطونا كام خبطة كده تقيلة شوية، لكن إحنا صحينا من النوم ومش هننام تاني. ولذلك أنا بقول يعني وأحب إن أي واحد منهم يسمع: مش هتنجحوا ومش هيحصل إن مصر هترجع تاني بلد لكم. مصر رجعت تاني بلد لشعبها، وهتفضل في الفترة اللي جاية بلد لشعبها، وهتفضل بلد محترمة وبلد عزيزة، لأن احنا عارفين كويس قوي ازاي نخلي بلدنا بلد محترمة. اللي عملناه في ميدان التحرير يشهد ان احنا عرفنا ازاي نغير السلطة بطريقة العالم نفسه قاعد يتفرج عليها. ولذلك انا مش خايف، ومش خايف ان التيار العام ده او التيار ده يرجع صامت تاني، لان هو
ما كانش قبل كده صامت، هو كان مهمش، ما كانش له قيمة، صوته ما كانش بيعتبر بيه. لكن النهاردة الاستفتاء اللي فات باين قوي وباين بشكل تام ان الشعب المصري صحي وهيشارك وهيرجع تاني يحرك العالم. أقول لحضرتك يا دكتور، يعني هناك قضايا الحقيقة بنلمسها يوميا، قضايا حياة الناس، مواصلات، طرق، علاقة الشعب بالشرطة، أسئلة حائرة الحقيقة. فدور الحزب في الفترة القادمة في هذه القضايا. جميل. أنا طبعا كواحد من أبناء الحزب ما أقدرش إن أنا أقول إن أنا شخصيا أقدر أجاوب على كل الأسئلة لسبب بسيط جدا. إحنا من الأول خالص قررنا إن إحنا في الحزب ده ما يبقاش فيه القائد الأوحد ولا الشخص الوحيد اللي بيعرف في كل الحاجات دي، ولذلك من الأول خالص قررنا إن إحنا نجيب خبراء كتير يساعدونا في الحاجات دي. مشروع من مشاريع الحزب في الفترة الجاية اللي هو هيقدم لمصر حاجة اسمها رؤية للتغيير. يعني بمعنى عندنا مشكلة في المواصلات، ايه هي رؤيتنا للتغيير؟ مش رؤية نظرية، رؤية عملية، رؤية محددة، رؤية ماسكة مشكلة وبتحلها. على سبيل المثال نيجي نقول مثلا موضوع المواصلات. موضوع المواصلات لا يمكن دولة تنهض إلا لو كان قاطرة، يعني نهضة الدولة دي قايمة على شبكة مواصلات كويسة. أنا النهاردة معقولة إن أنا لسه عشان أروح أسوان أستخدم نفس القطر اللي كان بيستخدم في مصر من 70 سنة؟ أنا أتمنى وإحنا في الحزب هنسعى وهنرتب إن واحد يطلع من اسكندرية لأسوان يوصل لها في 2.5 ساعة، لأن القطورة دلوقتي في العالم بتوصل في 2.5 ساعة. إن أنا ما يبقاش عندي طريق اللي يوديني لجنوب مصر نبقى مسمينه طريق الموت، اللي هو الطريق اللي الواحد يروح فيه في الغالب ما يرجعش. الناس تقول لك أنا ما سافرش بالعربية، أحسن لي أسافر بالقطر لأنه أأمن، مش لأنه أسرع ولا أحسن. لازم نعمل شبكة طرق محترمة جدا في مصر. مش معقول في مدينة زي القاهرة تبقى شبكة الطرق بتاعتها واقفة على حدود مثلا 20 سنة فاتت. لازم أعمل شبكة طرق واسعة، شبكة طرق حضرية، شبكة طرق دائرية تقوي البلد دي. وبعدين لازم أفكر في مدينة زي القاهرة، هل تنفع تبقى عاصمة المستقبل ولا تبقى العاصمة الاقتصادية لمصر في المستقبل ولا تبقى العاصمة السياحية لمصر في المستقبل؟ يمكن أحتاج أعمل تجربة زي ماليزيا. كوالالمبور كانت عاصمة كبيرة جدا بس ما تنفعش إنها تبقى عاصمة للدولة، خرجوا 50-60 كيلو وعملوا اللي هي بوتراجايا كعاصمة للدولة. يمكن إحنا كحزب التغيير والتنمية ممكن نقدم لمصر إن إحنا نعمل عاصمة سياسية لمصر، تكون عاصمة تنشأ على أساس صحيح وتفرغ شوية من الزحام الضخم اللي في مصر في القاهرة بالنسبة للمواصلات والحاجات دي. الفكرة الأساسية في كل ده إنك أنت ما بتبصش لمشكلة وتقول الشعب اللي غلطان، تبص المشكلة وتقول الحكومة هتعمل إيه، إحنا هنعمل إيه. مفيش مشكلة بتتوجد في مجتمع في دولة إلا ولها بدل الحل 2 و3 و4. أنا لو شجعت المصريين اللي في القاهرة النهاردة قلت له روح عمر سينا وهديك المرتب بتاعك 3 أضعاف هيروح. لو قلت له أنا هعمل لك طريق سريع ياخدك من هنا لأي مكان في مصر في 3-4 ساعات هيطلع بره مصر. لو ما خليتش الدولة مركزية جوه القاهرة ناس كتير مش هتيجي وتزحم البلد كل يوم الصبح زي ما بيقولوا 4 مليون بيدخلوا مصر. هم 4 مليون بيدخلوا القاهرة كل يوم لأننا جبرناهم وجبرنا قطاع كبير منهم إنه لازم يجي القاهرة، إما عشان الدواء ولا عشان الطبيب ولا عشان المصلحة الحكومية ولا عشان أي حاجة من الحاجات اللي احنا ركزناها جوه مصر، وكأن القاهرة هي بقت مصر كلها. في تعاملنا كمواطن مع مواطن وتعامل مع الشرطة وكده، أحد مبادئ الحزب الأساسية هو أن احنا نحفظ التماسك الاجتماعي والعدالة والكرامة للناس. حكاية أن ضابط شرطة ياخد لقب ويبقى اسمه باشا ده ما ينفعش في مصر. في مصر بكرة ضابط الشرطة هو موظف أنا وأنت اللي بندفع مرتبه، وأنا بدفع مرتبه عشان حاجة واحدة بس، عشان يحمي الأمن في مصر، مش عشان يسمعني أنا بقول إيه ولا شكلي إيه ولا بلبس إيه ولا أنا منتمي لأي تنظيم ولا لأي جمعية من جمعيات المجتمع المدني ولا بصلي في أنهي كنيسة ولا في أنهي جامع. ضابط الشرطة ما كانش ده دوره وما هواش دوره في أي حتة في الدنيا. دوره إن هو يخدمني ويحميني. عشان كده ما أقدرش أقول له باشا، أنا أقول له أنت بتشتغل، أنت الشرطة اللي في خدمة الشعب. أنا بقول له أنت حضرة الضابط، أنا ما هينوش كمان، أنا أحترمه. لكن احنا في مصر ما عندناش باشا وما عندناش بيه، عندنا حضرة الضابط اللي بيقوم بعمله وبيجري عشان بلدنا تبقى بلد آمنة. احنا لازم نرجع يبقى جهاز الشرطة في مصر جهاز مش نظريا في خدمة الشعب، فعليا في خدمة الشعب.
وإذا كان جهاز الشرطة ده عشان يبقى في خدمة الشعب هنحتاج نفككه ونرجع نركبه تاني، لازم نعمل كده. ما ينفعش غير كده. ما ينفعش يبقى جهاز متغول. ما ينفعش ان احنا بكرة في مصر اللي هي الجديدة دي ما ينفعش الشرطة هي اللي تمسك الحج مثلا، ما ينفعش هي اللي تمسك مثلا الجوازات، ما ينفعش انها تمسك الحاجات اللي ملهاش دعوة بيها. هي لها دعوة بالأمن ولها دعوة بمقاومة الإرهاب. فيما عدا ذلك أنا ما أعرفش إن هي تحتاج إنها تنشغل بأي قضايا غير القضايا دي. محتاجين جهاز الشرطة يبقى جهاز صغير. محتاجين إحنا كحزب التغيير والتنمية بنقدم فكرة إنه يتبع مباشرة المحافظين، ما يتبعش الحاجة اسمها وزارة الداخلية. في مشروع رؤية التغيير بتاع حزب التغيير والتنمية ما عندناش وزارة داخلية في مصر. عندنا مديريات أمن تابعة للمحافظين، وعندنا جهاز قومي بيتعامل مع القضايا اللي هي تتجاوز حدود الولايات المحافظات، وتتجاوز مثلا أو تهتم بقضايا زي الحراسات والحمايات الخاصة وحماية المناطق الدبلوماسية والمنشآت الاستراتيجية لمصر. ما عندناش جهاز اسمه الأمن الوطني، ما عندناش جهاز بيتجسس على الناس، ما عندناش جهاز في أي قرية لازم وزير الداخلية يسمع عنها. لا، المرجعية بتاعة الأمن هي مرجعية محلية المحافظ يقوم بيها. ولاد بلد كل محافظة تحمي نفسها وتحمي ولادها وتحمي أهلها، ظباطها منها. ما نقلش الظابط من مدينة نقله في مدينة تانية ما حدش يعرفه وهو ما يعرفش المدينة، أخليه ظابط في بلده اللي هو نشأ فيها اللي أهله يعرفوه فيها. حاجات كتير مش عايز أدخل في تفاصيل كتير، لكن في كل حاجة من الحاجات اللي حضرتك حكيت عليها عندنا رؤية مش بتاعت واحد فينا، رؤية بتاعت مجموعة من الخبراء بيشكلوا اللي هي رؤية للتغيير لمستقبل مصر. عايزين نعرف يا دكتور دور الإعلام المصري في المرحلة القادمة. الإعلام في المرحلة اللي جاية جزء أساسي جدا من تغيير مصر. أول حاجة، مش عايزين الإعلام الغير منصف، الإعلام اللي بيفتري على مصر، الإعلام اللي بيوصف الناس أوصاف مش محترمة، الإعلام اللي بيمجد في ناس على حساب ناس. احنا مش عايزين الإعلام يمجد في حد، احنا عايزين الإعلام يخدمنا احنا برأي كويس، بخبر صحيح، بخدمة محترمة. الإعلام ما ينفعش يكون أكتر من كده. المفروض إن هو يديني فرصتي إن أنا أسمع الخبر زي ما حصل، مش زي ما حد شايفه ولا زي ما حد عايزني أشوفه. أنا عايز أشوف الخبر زي ما حصل. وتاني حاجة، أنا عايز أشوف الرأي والرأي الآخر. أنا عايز أسمع آراء مصر في القضية، مش عايز أسمع رأي واحد. وتالت حاجة، إن أنا عايز إن الإعلام يقدم خدمات لمجتمع مصر. مصر محتاجة خدمات إعلامية كتيرة جدا، محتاجة تعرف معلومات كتيرة جدا. محتاجين كمان إن الإعلام المصري يرجع إعلام رائد وإعلام مميز. عيب قوي إن إحنا في الزمن ده يبقى لما حد يعوز يتكلم يوصف وسيلة إعلام وحشة يقول زي الإعلام المصري، بينما إحنا كمصريين اللي بنحرك إعلام الدول العربية كلها. ولذلك مصر محتاجة مرة تانية ترجع تبقى الإعلام بتاعها هو نموذج الإعلام. كمان الإعلام المصري ينبغي يكون إعلام يحث على القيم ويحث على الفضائل. ما يبقاش الإعلام بتاعنا هو الإعلام اللي الناس تتكسف تحطه في بيوتها. عيب إن الإعلام بتاعنا يبقى في المواسم الدينية مثلا يبقى الإعلام اللي هو بيقدم رسالة غير دينية، أو في المواسم العامة ما بيحترمش الناس وخصوصياتها وحقوقها. أنا أتمنى أن الإعلام المصري يكون إعلام راقي، إعلام محترم. أنا ما بقولش يبقى إعلام ديني لأنه ما ينفعش في بلدنا تبقى كده، لكن يبقى إعلام بيعلي من شأن قيم مصر، القيم اللي يتفق عليها شعب مصر كله، المسلم والمسيحي واللي ما بيمارسش أو مهتم بأنه هو يتبع دين بشكل مباشر. كل دول عندهم قيم مشتركة اللي هي اسمها القيم المصرية. الإعلام المصري ينبغي أن يكون انعكاس صحيح وصريح وواضح وأمين لنا مصريين.